السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا جدا. النهاردة انا هعمل رز وبطاطس وطماطم في بعضه. بصوا، بصل وتوم، كزبرة وفابريكا وشوية كمون وشوية فلفل اسود وشوية ملح، وده حباش طماطم معصورة. بطاطس متقطعة مكعبات. حطيت في الحلة سمنة، وهحط برضو زيت. شايفين؟ يا رب يكون واضح. انا بصور ما كنتش حاطه الستاند الاول، كده انا حطيت الستاند. بص، انا هحط البصله، هحمرها، هخليها بس تصفر. شايفين انا قاتحه الزيت جدا. بصوا هي كده اتحمرت. هحط فيها ايه؟ البهارات، اكني بعمل خلطه محشي بالظبط، بس الزياده عليه اللي هو البطاطس. هقوم اقلبهم مع بعض. شايفين ريحة البهارات كانت تحفة. هو كده كده اصلا احنا لو حطينا البهارات حمصناها من غير ما نعمل اي حاجة بتبقى حلوة قوي. تقريبا هحمر التومة. انا فاكرة هحمر التومة شوية فيها. التوم ده بنات انا مفرزة، شوفوا اكنكم لسه دقينه. انا مش هحمر التومة قوي لان مش عايزة طعمها يروح. هطش فيها الطماطم طبعا اللي متابعنا هيعرف ان انا بحب اصفي طماطم مصفية. وهغطي عليها وهسيبها تغلي، وبعد ما تغلي هنشوف هنعمل ايه سوا. انا كده غطيت عليها، هي كده غلت. بصوا هي كده غلت. بصوا انا ولا بدوق حد اكل ولا حاجه، وسبحان الله الاكل بيطلع مظبوط. إيه بالظبط. شايفين؟ حطيت البطاطس. بعد ما احط البطاطس هقلبها تقلبتين، وهقوم مغطيه عليها. نفسي اقول لكم الاكله دي بتبقى حلوه قوي قوي في الشتاء. جربوها، بتدفي. وبعملها برضو صياديه وبعملها مدفونه. لو عايزين نعملها ابقى عرفوني وقولوا لي. هي كده البطاطس استوت. وبصوا نص، يعني 3/4 سوا بالظبط. حطيت الحباش. بعد ما حطيت الحباش بقى هعمل ايه؟ هقلبها، وهقوم جايبه الرز. انا كده كنت بصفي الرز. كده انا بقلبها بصفي بقى الرز. بصوا هعرفكم على حاجه، لو عندكم شوربه وعايزين تزودوا بشوربه زودوا. انا بقول لكم الصراحه، مش هتقول لكم لا، وهيبقى طعمها حلو. عايزين تحطوا مكعب مرقه حطوا، بس ما تكتروش من المرقه برضو. حطيت الرز اهو. انا ده كوبايه رز بالظبط. شايفين؟ قليله جدا هي، بس تحسوا اللي هو كتيرة لان البطاطس انا مزودة بطاطس. وعايزة اقول لكم على حاجة برضو عشان ابقى مرضي الله. الاكلة دي عايزة نار هادية، مش عايزة ايه حاجة عالية او كده، لان بتشط بسرعة. بصوا انا قلبتها. هقوم جايبة مية ومزودها مية. شايفين؟ زودتها مية لان هي برضو إيه، يا رب ذكرني. الرز بيكون عايز مية او شوربة، مش بيتكفى بالطماطم لان الطماطم مش بتسوي الرز حلو. غطيت عليها. جربوها يا جماعة. ولو عايزين اعمل لكم الرز الصيادية في البطاطس عرفوني. عايزين اعمل الرز الابيض في بطاطس مدفونة برضو عرفوني بالبصلة الصفراء. شايفين يا حبايبي؟ هي كده استوت. هي فعلا بتاخد سوي، البطاطس مستوية والرز بياخد سوية. لو احنا بنعمل الرز الابيض في ربع ساعة، دي بتتعمل اكتر. بصوا هي كده استوت، وكنت بغرف. هي عجبت جوزي جدا، يعني اكنك بتاكل محشي بس ما فيش كرنب او حاجه، وحاطه في بطاطس طعمها حلو. شوفوا مش لازقه في الحله ولا شايطه ازاي، عشان موطيه النار. هي كده منظرها في الاخر. وبجد كان طعمها تحفه. بحبكم في الله، ما تنسونوش في لايك وشير.